هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده هنتكلم عن الناس اللي بتحب تقعد في البيت كتير جدا، زيي وزيك وزيك وزي ناس كتير جدا، من غير رغي كتير في المقدمه عشان هرغي كتير قوي قوي في الفيديو، فسوري مقدما على الرغي اللي هيكون في الفيديو. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه عايزه اتكلم فيها ان الفيديو ده ما يمنعش فكره ان انا احمد ربنا على اليوم العادي، ان في يوم عدى طبيعي من غير ما يحصل لي مشاكل او اتعب انا او اي حد من اهلي، بابايا مامتي اخواتي او اي حد يهمني امره. يعني دي حاجه كبيره قوي قوي لازم احمد ربنا عليها. ولكن كلامي هنا على الايام اللي بتعدي زي بعض وانا قاعده في البيت، مفيش اي حاجه مميزه بتحصل فيها غير ان انا قاعده مثلا على الموبايل بتفرج على المحتوى، مثلا خصوصا المحتوى الشورت اللي بيضيع الوقت ده، سواء بقى على الانستجرام او التيك توك او اليوتيوب شورت. انا قاعده اساسا بتفرج على ناس عايشه حياتها، بتخرج بتتفسح بتقابل صحابها بتسافر، وانا قاعده بعيش حياتي من خلالهم. حرفيا ده اكبر غلط. طب ليه؟ طب ما انا كمان اقدر اقوم البس وانزل واخرج واتفسح واقابل صحابي، وانا كمان اعيش حياتي واكون ذكريات، بدل ما انا قاعده بتفرج على ناس بتكون ذكرياتها. لا، طب ما اقوم انا كمان اكون ذكريات. هتكلم عن نفسي ان انا لما جيت ولدت بنتي قعدت حرفيا شهور في البيت، بغض النظر ان ده اكتئاب ما بعد الولاده، بس دي مش مشكلتي دلوقتي. بس فكره ان انا حرفيا كل ما افتكر اول الشهور اللي كانت بنتي موجوده فيها انا ماليش ذكريات معاها، ما بقاش ليا ذكريات معاها غير لما بدات اخدها وننزل ونخرج ونتبسط. فعلا بقى في بقى ذكريات. نفس الكلام برضو فتره كورونا، كنا قاعدين كلنا في البيت، اللي شغال ورك فروم هوم، اللي في جامعه بياخد محاضراته من البيت، اللي في الدروس برضو بياخد دروسه من البيت. كانت كل حاجه حرفيا من البيت. حد فاكر اي ذكريات فيها، اي حاجه حلوه فيها؟ حرفيا مفيش، لان كل حاجه كنا بنعملها من البيت. يعني ما اعتقدش ان في حد ممكن يكون فاكر ذكريات او حاجات حلوه في فتره الكورونا، غير تقريبا ممكن كيكه ال10 دقايق بس. غير كده محدش فاكر اي حاجه في السنتين بتوع كورونا دول كلهم، بسبب ان احنا كنا قاعدين في البيت. اوحش حاجه بقى في القعده في البيت مش فكره القعده في البيت نفسها، يعني فكره ان انت حتى لو خدت مثلا بريك يوم او اتنين او تلاته ما فيهاش مشكله، لكن فكره بقى ان اليوم بيجر يوم بيجر يوم بيجر يوم حرفيا، وهتلاقيك دخلت في زون كده انت مش عارف تطلع منها. يعني حتى لو انت عايز تجيب حاجه من تحت البيت هتلاقيك نفسك بتطلب الحاجه في اوردر مثلا اونلاين. حد مثلا حابب ان هو يقوم يروق الغرفه بتاعته، هتلاقيه كل يوم بيقول بكره بكره بكره. خلاص جسمه اخد على الخمول وعلى التعب والكسل، فمبقاش عنده القدرة حتى ان هو يقوم يعمل ابسط الحاجات. فكر كده شوية وارجع لورا، هتلاقي ان في ايام انت كنت فيها في قمة نشاطك، بتطلع بتنزل بتروح بتيجي. ايه بقى اللي دخلنا في الزوم بتاعت الكسل وقعدتنا في البيت دي؟ هتلاقي ان في حاجات فعلا بتزود من ان احنا نقعد في البيت. زي ايه؟ زي فكرة مثلا الفرجة على الافلام والمسلسلات، خصوصا المسلسلات بقى، اما حلقة تجر حلقة تجر حلقة ونخلص المسلسل نخش على مسلسل تاني. فكرة برضو زي ما قلت قبل كده المحتوى اللي هو بيكون شورت، تيك توك يوتيوب انستجرام او الحاجات دي كلها، حرفيا بتضيع اليوم، اللي هو ما تعرفش اليوم خلص ازاي. نكون لسه صاحيين من النوم نلاقي ان اليوم خلاص خلص وداخلين ننام. بجد لازم نعرف ان القعدة جوه البيت بتعمل يعني فشل في جميع جوانب الحياة، وخصوصا كمان الحياة الاجتماعية. خلاص انا مش بشوف صحابي، مش بشوف ناس، ما بقابلش حد، فطبيعي ان انا هيحصل لي دروب في الحياة الاجتماعية بتاعتي. تاني حاجة بتضعف شخصيتي. يعني بجد القعدة في البيت سيئة من جميع الجوانب والنواحي. فدلوقتي حالا لازم ناخد قرار ان انا يعني لازم اوقف الموضوع ده، واخد قرار ان انا لا، انا هقوم دلوقتي هنط جوه لبسي والبس وانزل، حتى لو هتمشى تحت البيت شويه، هجيب حاجه اشربها واتمشى، ممكن اروح اشترك في جيم واقابل ناس هناك واتعرف على ناس هناك واعمل حياه اجتماعيه جديده. انا عارفه ان للاسف جدا جدا اقل خروجه دلوقتي بتكلف مبلغ وقدره، بس طبعا مش لازم كل ما ننزل نصرف فلوس قد كده او نصرف اساسا. يعني حتى ممكن ناخد اي مشروب من بيتنا ونحطه في اي مج وننزل نتمشى بيه تحت. ممكن مثلا اخرج مع حد من صحابي ونروح نجيب شويه شيبسيات على شويه
شويه حلويات من السوبر ماركت، وبرده واحنا بنتمشى او قاعدين في اي حديقه ولا كده وناكلهم سوا. ممكن ما نجيبش حاجه خالص وما لا ناكل ولا نشرب، ونروح نتمشى في مكان مثلا فيه زرع، فيه خضره، فيه شجر، يعني ده اساسا بيريح يعني النفسيه وكده. كمان ممكن انزل اجيب طلبات للبيت، مثلا بدل مامتي او بابايا ممكن انزل انا اجيب طلبات البيت. ممكن مثلا ان انا لو بابايا محتاج مشوار يخلصه او كده ممكن اروح اخلصه له انا. اكيد ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات دي اكيد اكيد احسن من القعده في البيت. وحتى شويه اللي احنا قاعدينهم في البيت نحاول ان احنا نبعد عن اي حاجه تجيب احباط، تجيب كسل، تجيب اكتئاب. نحاول طول ما احنا قاعدين يعني بنعمل حاجه نستفاد منها. يعني مثلا ممكن نقرا كتاب، ممكن نسمع بودكاست، ممكن مثلا نتعلم حاجه جديده، رسم، طبخ، اي حاجه. يعني اتمنى ان الفيديو ده يكون يعني حاجه كده زي تحفيز حتى لو لشخص واحد بس، ان يكون ليه يومه ويكون ليه روتينه، يخرج، ينزل، يتفسح، حتى لو هو قاعد في البيت برضو يقرأ حاجة، يسمع حاجة مفيدة، بحيث برضو ان يكون في توازن بين البيت وبره البيت. وبس كده، لحد هنا خلص فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. لحد ما اشوفكم الفيديو الجاي، كونوا بخير والى اللقاء.